محمد وآله محمد الطيبين الطاهرين. يا الله، اللهم صل على الزهراء وبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وصل يا ربي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. رزية يوم الخميس. وما هي رزية يوم الخميس؟ نجد في كتب المسلمين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله الوجع حسبنا كتاب الله. ويوجد هناك 3 متون. رواية تقول فقالوا ما له أهجر استفهموه، ولفظ آخر يوجد ما له هجر، ولفظة قالوا إن رسول الله يهجر. بهذه المتون 3 لهذه اللفظة. فتنازعوا واختصموا أهل البيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوموا عني. وأيضا يوجد متن آخر قال فقوموا عني لا ينبغي عند نبي تنازع. وقال أيضا دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى ب3 قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وأما الثالثة فقد أنسيتها. جيد. الآن يا جناب الشيخ، من خلال هذه الروايات، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال ايتوني أو قال آتوني، هل بصيغة الأمر؟ وهل الأمر فيه دلالة على الوجوب أم لا؟ السؤال الثاني، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هل كان قاصدا عالما عارفا ما يقول، أم إنه ليس بقاصد ولا عالم ولا عارف ما يقول؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما ربط كتابة الكتاب وعدم وقوع الأمة في الضلالة، هل كان ربط حق وصدق أم كان ربط باطل وكذب؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال ما قال، فقال عمر إن النبي غلبه الوجع حسبنا كتاب الله، هل أراد عمر بن الخطاب بهذه اللفظة أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الكتاب الذي فيه عدم وقوعهم في الضلالة، أم لم يكن يريد عمر بن الخطاب من الرسول أن يكتب لهم ذلك الكتاب الذي فيه عصمتهم من الوقوع في الضلالة؟ نجد في كتاب مسند أبي يعلى في هذه اللفظة، وأنا إن شاء الله أمين بالنقل، ماذا يقول صاحب هذا الكتاب، وأنا أنقل المصدر أمام الأخوة. جيد. ماذا يقول صاحب هذا الكتاب؟ الرواية 1869 قال حدثنا عبيد الله حدثنا أبي حدثنا قرة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصحيفة عند موته يكتب فيها كتابا لأمته، قال لا يضلون ولا يضلون، فكان في البيت لغط، فتكلم عمر بن الخطاب فرفضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن 1869 يقول صحيح أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد وابن سعد وابن حبان والهروي في ذم الكلام وغيرهم من طريقين قرة بن خالد وابن لهيعة عن أبي الزبير. قلت قال البويصري في إتحاف الخيرة وهذا حديث إسناده ثقات. كلام الحديث ما بابن لهيعة، فقط عن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السند. هل ترفض أنت يا عمر أو أبو أحمد أو عمر أبو أحمد، هل ترفض ما رفضه النبي، أم إنك لا ترفض ما رفضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل رفض النبي لقول عمر بن الخطاب عندما تكلم، هل رفض الرسول بحق، أم إن رفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحق؟ بعد 16 أو 10 ثواني تفضل جناب الشيخ، لك المايك ونسمع من عندك الأجوبة، وأنا أسئلتك راح أسجلها بورقة وقلم. تفضل جناب الشيخ.
طيب ابدأ وقتي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أنا لا خلاف عندي إطلاقا ولا عند أهل السنة والجماعة إطلاقا فيما يتعلق بقضية رزية الخميس. لماذا؟ لأننا في مبادئ أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، أن يسمع الشيء أو يراه فيقره صلى الله عليه وسلم ولا يعارضه بمعارض. وهذا أيضا في كتاب أصول الفقه لمحمد رضا المظفر أيضا ذكر أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أيضا والإقرار من صاحب الشريعة. إذن عندهم. فأنا عندي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع هذا القول من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه استصوبه وأقره عليه، كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه على هذه الرواية. إخواني الكرام، عبد الله بن عباس الذي يروي هذه الحادثة وهو الذي سماها برازية الخميس بالمناسبة، عند القوم عند الإمامية الاثنى عشرية ممن قال الله تعالى فيه: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. واضح؟ فعند الشيعة الإمامية هذا حكم عبد الله بن عباس هو وأبوه، أنها نزلت في العباس وابنه. طيب، عبد الله بن عباس ماذا قال لعمر بن الخطاب؟ قال كما في صحيح البخاري حديث 3692، يعني حتى أبين هل فهم ابن عباس لهذا الحديث يلزمكم أيضا في صحيح البخاري لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض. ابن عباس ما كان عنده أي إشكال إطلاقا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، يقول السؤال الأول له: هل النبي عليه الصلاة والسلام كان مصيبا في الأمر؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مصيب للأمر. نعم. هل الأمر فيه دلالة على الوجوب؟ الجواب نعم، وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا ملزم لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر قول عمر واستصوبه ولم ينكر عليه. كان قاصدا عالما، نعم، صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقول فسمع كلام الصحابة الذين من جملتهم عمر فأقرهم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتب الكتاب. طيب، حسبنا كتاب الله. نعم، وهذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله حينما قال عمر حسبنا كتاب الله اعتمادا على قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه كل أسئلتك أنا جاوبتها. طيب، الأول أريدك تجاوبنا على ابن عباس رضي الله عنهما الذي روى هذه الرواية. عندك مطعون فيه وهو ممن نزل فيه: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فرجل عندك ضال، كيف تحتج به علي؟ طيب، السؤال الثاني لحضرتك: هل يجوز مراجعة الشارع الحكيم حينما يأمر بأصل من أصول الدين؟ الشارع الحكيم يأمر بأصل من أصول الدين، هل تجوز مراجعته بأي لون من ألوان المراجعة؟ السؤال الثالث: النبي عليه الصلاة والسلام ترك الكتابة
طاعة لله أم طاعة لعمر؟ انتهى لا أريد أطول عليك، تفضل لك المجال. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا الله، جناب الشيخ يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر قول عمر بن الخطاب. سبحان الله، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام رفض كلام عمر بن الخطاب. أين الإقرار؟ رسول الله عندما تكلم عمر بن الخطاب وأنا عرضت المصدر، فتكلم عمر بن الخطاب فرفضه النبي. وين الإقرار؟ ماكو كل إقرار. الأمر الآخر، هل يجوز مراجعة الشارع؟ نعم، من باب المراجعة للبيان والتفصيل، ولكن عمر بن الخطاب لم يراجع وإنما امتنع. عمر بن الخطاب امتنع. عمر بن الخطاب هو الذي عارض، كما يقول ابن عثيمين: فإن من رحمة الله تعالى إن الله تعالى يسر أو قدر إن عمر يعارض لكي يكون انتخاب أبي بكر من قبل الناس، لأنه حج عام 9. أين الإقرار؟ ماكو إقرار، كل إقرار ماكو. وإنما رسول الله رفض كلام عمر بن الخطاب. أنت قلت نعم إن رسول الله قاصد عالما عارفا ما يقول. في كتبك ابن حجر العسقلاني يقول: واجتهادهم، بأن عمر بن الخطاب اجتهد لما رأى. أنا أيهما أقدم، قول رسول الله أم أقدم اجتهاد عمر بن الخطاب قبال قول رسول الله؟ وفي كتبك بأن عمر بن الخطاب صمم على الامتناع. في كتبك، مو في كتبك. جنابك المحترم عندما قلت بأن رسول الله أقر، لا، لم يقر. الرسول رفض كلام عمر. في قضية ابن عباس تقدر تراجع السيد أبو القاسم الخوئي ماذا قال في ابن عباس، وأنا مو موضوع ابن عباس على مود لا يروح الموضوع إلى غير منحى. الأمر الآخر، في عمدة القارئ يقول: غلبه الوجع، بمعنى أنه أطلق الملزوم وأريد اللازم. في لسان العرب يقول معنى هذا، أنا أتكلم هسه بالعموم، من هذه الشخصية بعدين تبين. قال: أطلق الملزوم وأريد اللازم. قال: إن الهذيان المستلزم للمريض المحموم والمبرسم. الآن نرجع. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أراد أن يكتب، عمر بن الخطاب هل كان من الرسول يريد أن يكتب؟ هذا الجواب ما لقينا عليه، عفوا هذا السؤال ما لقينا عليه جواب. الأمر الآخر، إذا كان بصيغة الأمر والأمر دال على الوجوب، من أين علم عمر بن الخطاب إن كلام رسول الله في بدء الأمر إنه على الاستحباب وليس على الوجوب؟ الأمر الآخر، من أين علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسؤال جدا مهم، من أين علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم إنهم لعله يقعون في الضلالة أو حتما يقعون في الضلالة؟ هل رسول الله كان علمه من ذاته أم أن يوجد هناك معلم؟ الأمر الآخر، في قول عمر عندما نقول أو نجد في الروايات بأن عمر بن الخطاب يقول على الاستحباب، القرآن الكريم ماذا يقول؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل عمر بن الخطاب سمع هذه الآية، قرأ هذه الآية أم لا؟ هل عمر بن الخطاب استجاب أم لم يكن من المستجيبين؟ نجد ابن حجر يقول: وصمم عمر على الامتناع. فأتمنى جناب الشيخ
أنا من أعرض لك دليل بأن رسول الله رفض كلام عمر بن الخطاب، أتمنى من عندك تجاوبني، هل صح هذه الرواية في كتبك أم غير صحيحة؟ ابن عثيمين يقول بأن عمر بن الخطاب إن الله تعالى قدر أو يسر إن عمر يعارض. أنا جاوبتك، تفضل جناب الشيخ. شيخ صوت ما عندك، شيخ صوت، افتح ميوت. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فضيلة الشيخ أبو حسن هدم العصمة يا إخوان، هدم العصمة وأنهى المناظرة حينما سألته أقول هل يجوز مراجعة الشارع الحكيم في أصل من أصول الدين؟ قال نعم يجوز. طيب أنت ليش تعترض على عمر بن الخطاب؟ وأنا سألتك قلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك كتابة الكتاب تصديقا أو استجابة لقول عمر ومعصية لله تبارك وتعالى أم ماذا؟ أنا بس أريد أفهم من عندك. أنا عندي قلت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وعندك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر قول عمر ولم يعترض عليه. طيب كيف يعترض عليه؟ يكتب الكتاب، والنبي صلى الله عليه وآله لم يكتب الكتاب. تمام؟ فأنت كيف تخرج من هذه المسألة يا شيخ؟ تمام؟ أنا عندي وموجود النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يشاورهم ولا يأخذ ولا ينزل على رأيهم، كما في صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه عمر يسأله يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف لم يأخذ بقول عمر بن الخطاب. واضح؟ إذن هذا مبدأ المشورة عندنا، يرجع وينتهي إلى ماذا؟ إلى تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنتهى. تمام؟ فأنت حينما تريد أن تحكم في مسألة ينبغي أن يكون لك في هذه المسألة ماذا؟ حاكم. طيب يقول يا أخواني الكرام ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تمام. النبي عليه الصلاة والسلام بأمر مباشر للإمام علي بن أبي طالب في كتبك، تمام، يقول أمحو يا علي. قال والله لا أمحو اسمك من النبوة. هل النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني الكرام أقر ونزل برأي علي بن أبي طالب؟ الجواب لا، وإنما أخذ القلم وما يحسن يكتب فمحاها هو النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. طيب فإحنا بس نريد نعرف يا شيخ أبو حسن ما حكمك في في فعل علي بن أبي طالب. طبعا علي بن أبي طالب عندك معصوم، تمام، ومع ذلك راجع النبي والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقره وقال له يا علي إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة. واضح؟ فأنا أريد أعرف الآن فين حكم النبي عليه الصلاة والسلام على عمر في قوله إنك أو في عفوا حسبنا كتاب الله. نعم حسبنا كتاب الله. عندك في نهج البلاغة الإمام علي عليه السلام يقول فالقرآن إمام صامت وناطق حجة الله على خلقه. تمام؟ كذلك أيضا أنتم تقولون بأن أصل الإمامة والعصمة بل وأصول الدين موجودة في كتاب الله عز وجل. أنتم تقولون بأن الإمامة والعصمة
تمام، ومعظم أصول الدين عندكم تستندون فيها على كتاب الله. فعمر بن الخطاب لما يقول حسبنا كتاب الله عز وجل، هل أصاب في ذلك أم أخطأ؟ أنتم تقولون بأن النبي بين أصول الدين، وأنه إنما وليكم الله ورسوله، وإني جاعلك للناس إماما، وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا كله في كتاب الله. فحينما يأمر عمر بالتمسك بالكتاب، هل أصاب أم أخطأ؟ وسؤالي الذي لم تجاوب عليه، هل النبي ترك الكتابة طاعة لعمر ومعصية لله أم لا؟ تفضل. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا الله، مباشرة الجواب يأتيك من ابن تيمية. ابن تيمية في كتاب المنهاج ماذا قال؟ قال لأن الشك وقع من الصحابة، فعلم رسول الله بأن الكتاب لا يرفع ذلك الشك فتركه. هذا واحد. أنا ما أعرف في قضية مراجعة الشارع المقدس من باب المراجعة على التفصيل والبيان، وليس من باب الاعتراض. عمر بن الخطاب اعترض ومنع، أو صح؟ لو سمحت بس مصدر كلام ابن تيمية بعد إذنك، الصفحة بعد إذنك. تؤمر والله طلبت حقك. تؤمر. يا الله، جناب الأخ راد من عندي مصدر، وإن شاء الله أكون أنا وياه صادق بالمصدر. تفضل. خل أقلب لك الكاميرا جناب الشيخ وحاضراني. جيد. اخوان، هذا كتاب منهاج السنة النبوية. ماذا يقول؟ كلامي في الجزء السادس رقم الصفحة 24 ورقم الصفحة 315. ماذا يقول؟ قال: وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة، والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال ما له أهجر، فاشتك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر، والشك جائز على عمر، فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال كان مريضا فلم يدري أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله، وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي هسه نجي نغلب الصفحة الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبقى فيه فائدة. هذا حياة جناب الشيخ، نفس الكتاب رقم الصفحة 315 جناب الشيخ، هاي 315. ماذا يقول أيضا؟ يقول بل أنكره، ثم قال بعضهم هاتوا كتابا، وقال بعضهم لا تأتوا بكتاب، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكتاب في هذا الوقت لم يبقى فيه فائدة، لأنهم يشكون هل أملاه مع تغيره بالمرض أم مع سلامته من ذلك، فلا يرفع النزاع فتركه. هذا جاوبك ابن تيمية. رحت لي قضية صلح الحديبية وعلي بن أبي طالب. جناب الشيخ شوية دقيقة أكون وياك، وأنا أشك سؤال أجاوبك عليه. أولا، الرواية أتت ب3 متون، قال المشركون لعلي بن أبي طالب، ورواية عن سهيل بن عمرو، ورواية عن رسول الله. فإذا كثر الاستدلال بطل الاحتمال، أو إذا كثر الاحتمال بطل الاستدلال. فجناب الشيخ هاي وحدة. شيخ يتمنى من عندك تجاوبني، أين أقر رسول الله عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب عندما تكلم رفضه النبي. عندي رواية تقول رفض كلام عمر، وأنت تقول بأنه أقر، يعني يقر من مكان ويرفض من مكان. اجتماع النقيضين يصح، يلتقيان، يجتمعان، يرتفعان. يرفض رسول الله، رفض كلام عمر في مسند أبي يعلى بأن رسول الله عندما تكلم عمر رفضه.
الأمر الآخر، صاحب هذه الكلمة ابن تيمية الذي يقول عمر بن الخطاب هو الذي قال هذه اللفظة. وأيضا في كتاب آخر للسان العرب لابن منظور ابن الأثير قال وهذه أحسن الأقوال لأن القائل عمر. ابن حجر العسقلاني يقول عن من صمم على الامتناع، عمر الذي صمم على الامتناع. الآن أين إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث أن كلام عمر مرفوض؟ جناب الشيخ أتمنى من عندك من تأخذ المايك شلون أبو حسن الشيعي جاوبك مباشرة عن جميع أسئلتك مباشرة، حتى إذا تقول لي اعطيني وقت زيادة أريد أبحث بالرواية ما عندي مشكلة، بس احنا نريد نصل إلى حقيقة علمية. في مسند أبي يعلى تكلم عمر بن الخطاب فرفضه النبي. أخذ وقت زيادة وجاوبني يا شيخ تفضل. الوقت مولانا. وين جواب ان النبي عليه الصلاة والسلام رفض الكتاب طاعة لعمر ومعصية لله ام انه كتب الكتاب؟ وين جوابي؟ ثواني وقف الوقت يا أستاذ عمار. الرسول رفض، لماذا امتنع عن الكتاب؟ طاعة لعمر. هل سجال يعني هسه؟ لا مو سجال، انا وقتي انا سجلت عليه وما جاوبني عنه. شيخي انا جاوبتك بكلام ابن تيمية. عمر بن الخطاب عندما قال وعلم الرسول بأنه قد وقع الشك علم ان ذلك الكتاب لا يرفع ذلك الشك. تقبل ابن تيمية لو ما تقبله هذا انا عاوز، انا مالك انت، ليست مبانيك مبادئ ابن تيميه، انا اريد على مبانيك انت، مبانيك انت شيخي. إيه؟ انا ويا ابن تيميه، انا ويا ابن تيميه. شنو انت ويا ابن تيميه ازاي؟ طب وفين ارني اين ابن تيميه يتبرأ من عمر بن الخطاب؟ يلا تفضل. في هذا الرد اسمح لي، انا مو كلامي شنو في هذا الرد فين يعني؟ شنو في هذا الرد فين يعني انت مع ابن تيميه؟ شيخي انت مو سألتني، أنا عندي جواب. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الجزئية قال إن الرسول لما علم إن الشك قد وقع من الصحابة علم إن ذلك الكتاب لا يرفع ذلك الشك. تفضل هذا جوابي، تفضل يا جناب الشيخ. طيب يا إخواني الكرام. طيب طبعا هو ما يريد يجاوب يا إخواني الكرام. تفضل ابدأ وقت يا ضفنا. طبعا سألته قلت له أصول الدين موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى الذي أمر عمر بقوله حسبنا كتاب الله. سمعتوه جواب يا أخوان؟ ما جاوب. تمام. أنا ما أدري لما سألته عن موضوع مراجعة الشارع الحكيم ما أدري إيش كان جواب يا أخواني الكرام، لكن تعالوا أعطيكم يعني هدية. تمام. ما أدري الشيخ لعله يدري بها. تمام. أو لا يدري، الله أعلم. طبعا كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني رواية الأمر بالإخبار بولاية علي بن أبي طالب والنص عليه. شوف، رواية الأمر بولاية علي بن أبي طالب والنص عليه. الرواية في مرآة العقول قال عنها المجلسي حديث حسن. الجزء أبو حسن الجزء الثالث صفحة 253. طبعا الرواية طويلة. قال أنزل الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأنزل فرض ولاية أولي الأمر منهم فلم يدروا ما هي، فأمر الله محمد صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج. فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله. شوف صلى الله عليه وآله، وتخوف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه فضاق صدره وراجع ربه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
عندك راجع ربه في أصل من أصول الدين، وهو النص على علي بن أبي طالب. قال وراجع ربه فأوحى الله عز وجل إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تمام؟ أستطيع أن أقول لك يا أستاذ أبو حسن كلام عمر ابن تيمية فيما يتعلق بشأن عمر بن الخطاب وأنه هو الذي قال بأن النبي هجر. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى دليل لأنه لم يرد في النص أن عمر هو القائل، فكلام شيخ الإسلام يحتاج إلى دليل. حينما تأتيني من كلام شيخ الإسلام أنه استدل بدليل على ما قال، أنا حينها أكون أنا ومعك مع ابن تيمية. طيب، السؤال يا أخواني الكرام الذي ضفنا أبو حسن لم يعول عليه ولم يلتفت إليه، ترى يهرب الرسول صلى الله عليه وآله ترك كتابة الكتاب طاعة لعمر أم أنه خالفه؟ أنا أريد أعرف من عندك الآن يا عمي. أنا أريد قول الرسول، ائتيني بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر أنت منافق؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام حكم لأجل هذه الفعلة ورد قوله كما رده ردا واضحا في صلح في الحديبية لما قال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إليك عني فإني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام لم يأخذ بقول عمر ولم ينزل على رأي عمر، وفي هذه الحادثة استصوب قول عمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. كلام شيخ الإسلام يا أخواني الكرام يقول وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة، والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال ما له أهجر. طبعا هذه القولة لا تنسب لعمر ولا أدري من القائل، هل القائل وقت شيخنا عمر أو تمام؟ تفضل. يا الله جناب الشيخ، أنت استعرضت بأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام راجع ربه، ومن قال لك بأن الرسول لا يراجع الله عز وجل؟ ومن قال بك أن الناس لا يراجعون الرسول؟ من باب التفصيل والبيان. عمر بن الخطاب لم يراجع، عمر بن الخطاب اعترض. شيخي بارك الله بك، أريدك تميز ما بين المراجعة من باب التفصيل والبيان وما بين الاعتراض. عمر بن الخطاب اعترض كما يقول ابن عثيمين، فإن من رحمة الله تعالى إن الله تعالى يسر أو قدر إن عمر يعارض. شيخي معارضة. ابن حجر يقول وصمم عمر على الامتناع، ماكو إقرار. طالبناك يا جناب الشيخ المحترم في قول رسول الله عندما جاء في كتاب مسند أبي يعلى إن عمر بن الخطاب عندما تكلم رفضه النبي، أين الإقرار؟ عمر مرفوض كلامه عند رسول الله. رحت إلى قضية الولاية وغير قضية، مو موضوع الولاية والله يا عمي، مو موضوعي. أنا كلامي محدد شيخي واضح، أنا بعدني ترى بحد الآن 30% دا اشتغل وياك. جناب الشيخ عمر بن الخطاب هل سمع هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأنفال رقم الآية 24 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ الاستجابة مطلقة. كيف علم عمر بن الخطاب عندما قال رسول الله ما قال إن هذا الأمر ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب؟ عمر بن الخطاب هو الذي صمم على الامتناع، لم يصمم على مراجعة الرسول. لا، عمر بن الخطاب صمم على الامتناع. هذه واحدة. اخوانكم كتاب
خلي مبينه لجناب الأخ الشيخ، وأتمنى من عنده هم يرد لنا. يعني إخوان، هذا كتاب يطبع في جمهورية مصر الحبيبة، نظرات في فقه الفاروق عمر بن الخطاب الشيخ محمد المدني، رقم الصفحة 9. وأتمنى جناب الشيخ يرد لنا هم على هذا الإشكال. ماذا يقول صاحب هذا الكتاب؟ يقول صفحة رقم 9. ماذا يقول صاحب هذا الكتاب؟ يقول: شخصية قوية أو شخصية قيادية، وعمر شخصية قوية خلق ليكون قائدا متبوعا لا جنديا تابعا، وهذا المعنى كان يدفعه في كثير من الأحيان إلى أن يعارض الرسول، مو يراجع، يعارض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، وإلى أن يعتبر أن لرأيه وزنا، وإنه شريك في تقدير الأمور وفي توجيه السياسة العامة للدعوة الإسلامية، حتى لما ينبغي أن يكون عليه الرسول في شخصه وفي بيته وبين نسائه. وأيضا يقول: أما عمر فكان يحب أن يفهم كل شيء ويحب أن يؤمن بكل شيء إيمانا علميا نابعا من درسه للأمور ومعرفته بالحقائق وتفسيره للغوامض، ولذلك كان يعارض أحيانا ويثور أحيانا، وربما خرج في بعض هذه الأحيان عن الرفق والهدوء الواجبين بإزاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جناب الشيخ، كلامي واضح. الآن عمر امتنع، ابن عثيمين يقول إن عمر عارض، صاحب هذا الكتاب محمد المدني يقول بأن عمر يعارض. أين إقرار رسول الله؟ وأتمنى من عندك يا جناب الشيخ من تاخذ المايك تقول لأخوي أبو حسن الرواية في مسند أبي يعلى العلة فيها كذا وكذا، أم تقول بأن الكلام صحيح وعمر بن الخطاب عندما تكلم رفضه النبي. الأمر الآخر، ابن الأثير قال: والقائل عمر. وابن الأثير هذا الرجل جناب الشيخ ولادته 555 هجرية ووفاته 630 هجرية، بحيث ابن منظور في لسان العرب قال: والقائل عمر بن الخطاب. انتهى وقتي، جاوبنا جناب الشيخ، تفضل. شيخ افتح ميوت، صوت ما عندك. طيب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طيب، أستاذ أبو حسن راح يجيب لي من كتب ويتكلم وكأنها حجة علي. هذا الكلام الذي تأتي به من هذه الكتب التي لا أدري ما سندها، ما هو كلام رجل يكتبه لا أعرفه ولا نعرف من هو، تمام؟ وإلا فإذا كان ذلك كذلك فهذا الرجل لن يكون أبدا قريبا في من يقول بأن علي بن أبي طالب يقول: أنا صاحب يوم النشور، أنا مخرج من في القبور، تمام؟ أنا صاحب إبراهيم، أنا الناظر في الملكوت، أنا أمر الحي الذي لا يموت، أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إلي، أنا المفوض إلى أمر الخلائق، أنا خليفة الإله الخالق، أنا سر الله في بلاده وحجته على عباده، أنا أمر الله والروح، أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات. هل أجب هذا الكلام وألزمك به أنتم تقولون بأن علي بن أبي طالب إله مع الله عز وجل؟ مع أنه بالمناسبة هنالك من الغلاة ما يعتمدون هذا الأصل بالمناسبة، فلا تسر معي على هذا النمط، تمام؟ مش كل ما تنظر لي في أي كتاب وفي أي مصدر تجيبه وبدون سند تحتج به علي الآن. يا أخوان الكرام، يقول: يجوز مراجعة الشارع من باب التفصيل والبيان. يبقى أي تفصيل وأي بيان؟ الرسول ضاق صدره وراجع ربه وتخوف أن يرتد الناس. شوف،
السؤال لك وأرجو أن تكتب هذا السؤال: هل يجوز لي أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراجعة الشارع؟ اكتب هذا السؤال لو سمحت. إذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام كله عندك حجة وكله بأمر من الله تبارك وتعالى، وأصلا المناظرة منهية أساسا، لكن إحنا بنتماشى مع بعضنا البعض حينما قلت تجوز مراجعة الشارع. اكتب هذا السؤال عندك: النبي حينما راجع أمر الله تعالى هل يجوز لي أن أقتدي به في ذلك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقتدي بالرسول في أن أراجع الله عز وجل؟ إذا قلت نعم، إذا عمر بن الخطاب أيضا له أن يفعل ذلك، والرسول لم يعترض عليه، والدليل أنه لم يكتب الكتاب. بينما تقول لي روايات متعارضة واحتمال وما احتمال، هذا الكلام ما تلعب به معي يا أبو حسن، هذا الكلام لا تلعب به معي. الرواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي والحر العاملي والخوئي بل والقمي نفسه يرى بتواتر ما جاء في هذا الكتاب أن الرسول أمر علي، قال والله لا أمحو اسمك من النبوة. هل الرسول أقر امتناع علي بن أبي طالب؟ الجواب لا، بل الرسول أخذ القلم وما يحسن يكتب فمحاها وقال له: يا علي إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة. تمام؟ طيب، هنالك إشكال آخر أريد أن أطرحه عليك. كتاب عيون أخبار الرضا، صفحة جزء 2 صفحة 274. حدثنا عبد الواحد ابن معلش دي اعطيني وقت يا أخ عمار وبأعطيه نفسي وقتي. حدثنا عبد الواحد بن عبدوس النيسابور العطار رضي الله عنه قال: حدثني علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت، فقد اختلف الناس فيها، فمنهم من يروي أنها الحنطة، إلى أن قال، شوف، إلى أن قال: فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري. شوف يا أخوان، رب العالمين يأمر آدم عليه السلام: فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري، فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم، فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها، وتسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة بعين الحسد، إلى أن قال، تمام، فأخرجهما الله عز وجل عن جنته. يلا. الآن هذه رواية في كتابك، في كتاب عيون أخبار الرضا. آدم عليه السلام هو الآخر، تمام، خرج عن أمر الله تعالى الإلهي المباشر. فأريد من عندك الآن تجاوبني عن آدم عليه السلام، وكيف عارض أمر الله تعالى إلى أن أخرجه من الجنة. تفضل، أعطي نفسه وقت يا أستاذ عمار. زين جناب الشيخ، يرحم والديك، جناب الشيخ، والله عمي أنا مو محاورتي عن آدم عليه السلام، والله يا عمي لو أدري عن آدم يشهد ربي علي كان قلت لك عمي اليوم المحاورة عن آدم. شيخي كلامي في رزية يوم الخميس أترجاك بارك الله بيك، ولا كلامي في قول علي بن أبي طالب أنا صاحب الحوت، أنا صاحب الناسوت، أنا صاحب نبتي الوقت شيخنا، نبتي الوقت. بس خلي بس أرجع شوية شيخي، ارجع إلى وحدة الموضوع. أنا جبت لك رواية، افتح الوقت يلا افتح الوقت. أنا جبت لك رواية في كتاب مسند أبي يعلى الموصلي، وهذا الرجل سني وليس بشيعي، تقول ما بيها سند. شيخي من قال ليس فيها سند؟ تفضل هذا هياته، أعيد لك إياه عسى ولعله يعني يكون الموضوع يعني عندك واضح. ردت من عند السند وما يكون خاطرك كله طيب. شيخي أنت رجل لك كل التقدير والاحترام،
هذا الآن شيخ خل أقلب لك الكاميرا يا جناب الشيخ، وبارك الله بيك، وأني أشكرك وأشكر سعة صدرك ومتحملني شلون ما أدري، أنا أمي وأبوي ما متحمليني. جيد. هذا كتاب يقول، هذا الآن: حدثنا عبيد الله حدثنا أبي حدثنا قرة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصحيفة عند موته يكتب فيها كتابا لأمته، قال: لا يضلون ولا يضلون، فكان في البيت لغط، فتكلم عمر بن الخطاب فرفضه النبي. 1869 صحيح، أخرجه النسائي وأحمد وابن سعد وابن حبان والهروي والمروي وغيره وغيره. شيخي هياته الله يشهد أنا فاتح كاميرا. هذا الكتاب كمل بعد إذنك. لا كمل بعد إذنك، كمل التخريج، كمل بعد إذنك. تأمر. وغيرهم من طريقين: قرة بن خالد وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به نحوه. قلت: قال البويصري في إتحاف الخيرة: وهذا حديث إسناده ثقات. وأنا الرواية اللي جاب لك إياها ما بيها ابن لهيعة، لأن أعرف ابن لهيعة عندكم شنو مكانته، ماكو ابن لهيعة، على مود تتوضح عندك القضية. جيد. جناب الشيخ المحترم، شوية ننتقل، شوية نريد نتوسع بعد بالحوار. المجموعة، لأن الرواية تقول: منهم من يقول قربوا يكتب لكم، ومنهم من يقول ما قال عمر. هل المجموعة التي قالت قربوا يكتب لكم أساءت أم أحسنت لرسول الله؟ والمجموعة التي قالت لا تقربوا يكتب لكم أساءت أم أحسنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الآن الرسول عندما قالوا ما قالوا في حقه، قالوا إن رسول الله يهجر وهجر وما له هجر. نانا كلام إن شاء الله مبينه قدام الأخوة على مود تتوضح الصورة ويكون الأمر واضح. نأتي الآن إلى كتابي لسان العرب. لسان العرب لابن منظور ماذا يقول؟ خل أقلب الكاميرا جناب الشيخ، وعلى مود إن شاء الله مبين لك بأن صاحب هذه اللفظة الحاكم الثاني عمر بن الخطاب. جيد. جيد. هذا ما له أهجر وما شاكل ذلك، أنا ما أريد كمعنى، بس أريد تأكيد من القائل لهذه اللفظة. إخوان، هذا كتاب لسان الميزان. ماذا يقول صاحب هذا الكتاب؟ نأتي الآن إلى ابن الأثير عندما قال: وهذه أحسن الأقوال لأن القائل هو عمر بن الخطاب. بس خلي أثبت الماوس على مود توصل عندك إن شاء الله واضحة إن شاء الله. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين يا الله. قالوا ما شأنه أهجر، أي اختلف كلامه بسبب المرض، على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط؟ حاشا رسول الله أن يختلط، لأجل ما به من المرض. وقال ابن الأثير، وهذا الرجل ولادته 555 هجرية ووفاته 630، قال: هذا أحسن ما يقال وفيه، ولا يجعل إخبارا فيكون أما من الفحش أو الهذيان. قال: والقائل كان عمر. هذا الرجل قبل ابن تيمية ما يقارب بال200 أو فوق ال200 سنة. زين، سؤال شيخ عرضي، بما أنه أنت سني وإن شاء الله تعلم بكتب السنة، على أي شيء استند ابن الأثير بأن عمر بن الخطاب هو الذي قال هذه الكلمة؟ نقدر نقول بأن ما موجود في البخاري أو مسلم إنه قد حرف ولم يأتي بالصورة الصحيحة التي بين أيدينا الآن، لأن هذا العالم يستدل على أن القائل عمر بن الخطاب. هذا صار عندك علماء اثنين، ابن تيمية وابن الأثير، الذين قالوا أن صاحب تلك اللفظة هو عمر بن الخطاب. فضل جناب الشيخ، هل المجموعة أساءت أم أحسنت؟
هل عمر بن الخطاب سمع قول الرسول أو هل سمع القرآن الكريم عندما قال استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم؟ هل أن عمر بن الخطاب عندما قال ما قال ورفضه رسول الله ترفض أم تقبل المجموعة التي قالت ما قالت عن رسول الله؟ هل صدقوا أم كذبوا في هذا الادعاء؟ تفضل جناب الشيخ. طيب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول يا أخواني الكرام أيهما أصابت المجموعة التي قالت قربوا يكتب لكم كتابا، أو الذين قالوا حسبنا كتاب الله عز وجل؟ أقول الجميع أصاب، الجميع أصاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا بذي الحليفة، فمنهم من صلى قبل الميقات، ومنهم من يعني صلى في الطريق، ومنهم من فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي إلا في ذي الحليفة. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الفريقين على ذلك. تمام؟ في هذه الحادثة كان علي بن أبي طالب موجود، فالصواب مع علي بن أبي طالب. إذ قال يا أخواني الكرام ضيفنا المحترم أبو حسن، قال حاشاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يختلط. تمام؟ طبعا يا أخواني الكرام كل الروايات التي أتكلم عنها ما يجاوب عنها ولا يلتفت إليها. طيب، ولكن ما فيش مشكلة، خلونا نفيد ونشبع المادة. أستاذ أبو حسن في كتاب من لا يحضره الفقيه، عفوا رابط المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه الجزء الخامس صفحة 349. تمام؟ خلي بس نكبر الكاميرا. تمام؟ الجزء الخامس صفحة 349. ماذا عندنا يا إخوان ها هنا؟ عندنا يقول وفي القوي، تمام، عن علي بن جعفر قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ دخل عليه ملك له 24 وجها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي جبرائيل لم أرك في مثل هذه الصورة. قال الملك لست بجبرائيل يا محمد، بعثني الله تعالى أن أزوج النور من النور. قال لست بجبرائيل يا محمد. فأنت الآن تريد تقول لي إن الرسول حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط. طبعا أنا أنبأ بك أن تقول بمثل هذا الكلام. لماذا؟ لأننا في إطار النقاش معك تلتزم بما هو موجود في الرواية. تمام؟ تقول لي ابن الأثير قال إن عمر هجر وإني ما أدري إيش. لا تضطرني أن أفتح مثل هذا المجال معك. ترى والله العظيم، ترى والله العظيم لو فتحنا هذا المجال ترى الموضوع هياخدنا لمنحى آخر. حينما تستدل علي بقول من الأقوال ائتي بسند. تمام؟ أنا لما جبت لك الخطبة اللي عندك هذه التي تقول بأن علي بن أبي طالب، إلى أنت ما تقول بهذا القول ولكنه كلام منسوب، فليس كل ما ينسب تجعله علي دليلا، بل ارجع إلى من نسب هذا الكلام واسأله عن السند لهذا الكلام. أنا الآن أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الحاكم الذي له أن يقر أو ينكر أو يقر هو الرسول صلى الله عليه وآله. طيب، علامة إنكار النبي على عمر وغيره ماذا؟ أن يكتب الكتاب. فهل النبي عليه الصلاة والسلام كتب الكتاب؟ أنا بس أريد أعرف الرسول لماذا لم يكتب الكتاب إذا كان رأي عمر خطأ، ولماذا كتب الكتاب إذا كان رأي علي صواب؟ وأريدك تجاوبنا عن هذه الرواية. الرسول قال يا جبرائيل لم أرك في مثل هذه الصورة. وإن شاء الله تعالى الآن
لما أخذ وقت الآن أستطيع أن أأتي إلى رواية أبي يعلى وأبحث في أسانيدها، في سند هذه الرواية، لأن الأمر ما أنت غير ما أنت ذكرت، لأن رواية النسائي المذكورة في النقل أو في التخريج ليست الرواية التي فيها فتكلم عمر فرفضه النبي. إن شاء الله تعالى أبحث الرواية، تمام؟ لكن أريدك تجاوبنا عن هذه الإشكالات. النبي لم يعرف الإمام عندك، الملك عندك، قال يا جبرائيل، قال لست بجبرائيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندك لم يعرف الرجل، فماذا تقول فيه؟ تفضل لك المايك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا الله شيخي أترجاك، صار المرة الثانية أو الثالثة، عم ارجع لي لوحدة الموضوع. أنت لو تريد موضوع في معرفة الرسول وعدم معرفة الرسول والأئمة، والله افتح لك موضوع. أنا كلامي في رزية يوم الخميس، في فعل الصحابة وليس في فعل الرسول. الصحابة هؤلاء المجموعة الثلة التي كانت عند رسول الله تقول بأن المجموعتين أحسنوا أو أصابوا. لا، إذا كانت الإصابة منهم من قال قربوا، لأن الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول فاختلفوا. أنا صدق لو صدق الرواية تقول اختلفوا وانت تقول اصابوا، يعني هم راح يصير اجتماع لنقيضين. قبلها قلت عمر بن الخطاب اقر او كان مقر كلامه من قبل رسول الله، وعند رسول الله رفض كلام عمر. الان تقول لي الاثنان قد اصابوا. شيخي تنازع فيما بينهم، فاختلفوا فتنازعوا، الحيث بان رسول الله قال قوموا عني، لا ينبغي عند نبي تنازع. وين التصويب؟ أين التصويب؟ شيخي كل تصويب ماكو. نرجع الآن شيخ عمود نكمل بقية الأسئلة وأتمنى تجاوبنا مثل ما الشيعي يجاوبك. سألت عن سبب كتابة الكتاب، جاوبتك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الرجل حجة عليك، مفروض تقبل بكلامه. قال لأن الشك قد وقع فيهم، فعلم النبي أن ذلك الكتاب لا يرفع الشك. نقطة رأس سطر. الآن جناب الشيخ، عمر بن الخطاب لماذا صمم على الامتناع؟ لماذا صمم على الامتناع؟ عمر بن الخطاب ألم يسمع كلام رسول الله عندما قال وربط رسول الله لكتابة الكتاب وهو ربط حق وصدق بحيث عدم وقوعهم في الضلالة؟ عمر عندما صمم على الامتناع سمع كلام رسول الله. إذن عمر بن الخطاب هل أراد لهذه الأمة أن تقع في الضلالة؟ وأين عمر بن الخطاب من قول الله عز وجل عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم؟ الاستجابة مطلقة أم مقيدة جناب الشيخ؟ على مود لا نطير في البحث. الآن عندما قال رسول الله وما قال عمر، عندما نأتي إلى عمدة القارئ يقول إن عمر بن الخطاب أطلق الملزوم وأريد اللازم. الآن وجع رسول الله هل أثر على بدن رسول الله أم على عقل رسول الله؟ سجل هذا السؤال يمك. هل الوجع كان على عقل رسول الله أم على بدن رسول الله؟ هذا الأمر همين السجل عندك. الأمر الآخر، من أين علم الرسول بأنهم يقعون في الضلالة بعدم كتابة هذا الكتاب؟ هل ذلك الكتاب إذا كان من باب حق وصدق فلماذا عمر بن الخطاب لم يصدق هذا الحق والصدق؟ فبالتالي عمر هو الذي صمم على الامتناع. عن من امتنع من ذلك كعمر. ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأول رقم الصفحة 209 باب العلم
يقول لكي لا تبطل فضيلة العلماء. قول العلماء، وعمر عالم ويضم إلى مجموعة العلماء قبال قول رسول الله، أيهما يقدم، كلام العلماء أم يقدم كلام رسول الله؟ أيهما يقدم؟ جناب الشيخ سجل هذا الأمر يمك. عمر بن الخطاب عندما قال من شفقته علمائك، هل الشفقة تكون من باب العرف أم من باب الشرع؟ أكيد هي من باب العرف، والقرآن الكريم شرع، فإذا أتت آية تدحض هذا العرف فيكون ذلك العرف لا جدوى له ولا محل له من الإعراب. القرآن قال استجيبوا، القرآن قال أطيعوا، القرآن قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إطاعة مطلقة للرسول. عمر لم يستجب، وعمر صمم على الامتناع. انتهى الوقت. تفضل شيخ. أستاذ أبو حسن، احنا مش واقعين في بئر ولا في بوتقة مغلقة الأبواب والشبابيك والنوافذ عشان تقول لي احنا في رازية الخميس. عمي، يوجد هنالك أشباه ونظائر تصب في نفس المعنى. انت جاي تعترض على شخص من الأشخاص أو صحابة رسول الله لأنهم رفضوا أمر النبي، فأنا حينما أتيك بالأشباه والنظائر الموجودة في كتبك، لماذا تفر منها؟ لماذا تهرب منها؟ أنا أريد أعرف الآن. أنت استدللت علي وإيش قلت؟ قلت حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختلط عليه الأمر. الجواب نعم، حاشاه أن يختلط عليه الأمر، وأنت عندك اختلط عليه في بسند صحيح. تيجي تقول لي أنا في رصيد الخميس. عمي أنت ما أدري كيف، يعني أنت ما تعرف تجاوب بأي جواب والسلام. أنا بس أريد أفهم. طيب آدي يا عم، هذا الراوي الذي هو محمد بن مسلم بن تدرس الذي هو أبو الزبير الذي في الرواية التي أتيت بها، هذا رجل صدوق إلا أنه يدلس وقد عنعن، والمدلس إذا عنعن تطرح روايته. لابد للمدلس حتى تقبل روايته لابد ماذا؟ لابد أن يصرح بالسماع، وفي هذه الرواية قد عنعن. والعلماء يقولون بأن هنالك من الأقوال الشاذة تعرض للروايات. تمام؟ فهذه أيضا المقولة لم تأتي في أصح الكتب التي هي في البخاري وفي مسلم حتى تأتي تعترض بها علي. تمام؟ طيب يا أحبائي الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام عند القوم لا يخلط عليه الأمر. تمام؟ ولا يرتاب في شيء، بل كان تام العقل في أكمل صوره. لماذا لم يكتب؟ أين أنكر على من قال إنه يهجر؟ ما دام أن هذه الكلمة بهذه الغلظة، أين إنكاره عليه؟ قال يا فلان لماذا تقول عني أنني فعلت كذا وكذا؟ أنت منافق ولا تدخل علي أبدا مثلا. وين إنكار النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله تبارك وتعالى بين أنه سيأتي من يعارض النبي في البلاغ، والله تعالى أمره ألا يلتفت إليه وأن يستمر في البلاغ. قال الله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم، شوف، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالله تعالى حذر النبي محمد من أن يفتنه من يعارض دينه، حذره أن يفتنه عن بعض ما أنزل الله إليه. فهل النبي عليه الصلاة والسلام حذر أم لم يحذر؟ وين النبي عليه الصلاة والسلام كتب الكتاب؟ يقول لي أيهما أصاب؟ هل الذين قالوا يكتب لكم كتابا أم الذين قالوا حسبنا كتاب الله وإن النبي غلبه الوجع؟ أنا قلت لك النبي صوب الفريقين.
لأن هذا هو مبدأ المشورة عندنا. أنت ليش ما تريد تفهم يا أبو حسن؟ نحن عندنا مبدأ المشورة موجود، مبدأ المشورة في دين الإسلام موجود. قال تعالى: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وهذه رواية في صحيح البخاري 4119. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهو ده اللي انا اعطيك اياه، جالس اعطيك اياه من الصبح وانت ما تريد تستوعب ابو حسن. قلت لك: هل يجوز الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الاعتراض على امر الله؟ ما جاوبت. هل يجوز لي ان اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في اعتراضي اقتدي بعلي بن ابي طالب حينما خالف امر النبي محمد امرا مباشرا؟ ما سمعنا منك اي جواب. ومسك لي روايه ابو يعلى، والحمد لله بين انها روايه ضعيفه لان ابا الزبير رجل مدلس وقد عنعن. بعد وقت يا ضفنا ولا باكو وقت؟ طيب. لي الوقت هسه ان شاء الله. ايه لك الوقت. نعم. اي نعم. يا الله. جناب الشيخ، انت اليوم سويت كارثه جناب الشيخ. هذا الرجل ابي الزبير هذا في كتاب صحيح مسلم الروايه: حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر. هذه رواية. هذا رجل من رجالات مسلم، يعني هسه أسميه صحيح المدلسين صعبة. هذا من رجالات مسلم. شيخي لا، ما مقبولة هاي القضية. رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم، وأنا شيخي ضم لك إياهن، يعني ما يصير بقي كان بحيرة من أمرك. إخوان، هاي رواية ثانية أيضا من كتاب البخاري أو العفو مسلم. هذا الآن الرواية: حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين وحدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر. هذا من رجالاته مسلم شيخي، ما مقبولة شيخي. هذا رجل يعني شو اسميه؟ صحيح المدلسين، ما أقدر. زين شيخي، بالمناسبة هذا الرجل أيضا من البخاري وليس هناك عنعنة لأنه سمع جابر. تفضل شيخي. يقول: فأخبرني أبو الزبير إنه سمع جابر. هذا من رجالات البخاري. كمل الرواية. طيب وين سمع جابر؟ كمل الرواية. تايا إنه سمع جابر. أنا جاي أنقل موضوع الشاهد السماع، ما جاي أنقل بقية الكلام. هذا شوف شيخي، أنا جاي أنقل موضوع الشاهد. زين شوف جناب الشيخ، أنت جبت لي رواية ومع العلم يعني ما ملزم أردها، بس ما يخالف على مود لا تقول أبو حسن مهم الموضوع. جبت لنا هاي الرواية: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان. شيخي، هذا الرجل اللي اسمه عبد الواحد بن عبدوس هذا الرجل مجهول جناب الشيخ، هذا الرجل مجهول، فلا تحتج علينا شيخ بما هو مجهول. واكثر الروايات اعطيني المصدر. وين المصدر؟ تأمر والله طلبت حقك شيخي. اكتب معجم رجال المفيد للجواهري المفيد، وهو عبد الله أو هو عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري المجهول. صفحة كام شيخي؟ ترجمة هذا الرجل احنا شعدنا بالترجمة 7365. 7300 عبدوس. هياته شيخي. انت يكتب يمك ومن حقك انت ترد عليه. جيد. عبد الواحد بن عبدوس. تمام. اي هذا اللي انت جبته بالرواية شيخي. جيد.
يلا. بارك الله بك. جيد، هسه نقلب الكاميرا شيخي. فشيخي هذا بعد صحيح البخاري ومسلم، ما اقدر اقول عليه صحيح المدلسين، صعبه. فشلون يكون مدلس؟ ما ادري. على كل نرجع. تقول بان الرسول اقرهم. لا، الرسول لم يقر ما قالوا. عندما قالوا هجر رسول الله قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، خير مما تدعوني إليه. بماذا دعوا رسول الله؟ رسول الله بهذه اللفظة هل أثبت الشبه على نفسه أم إنه رفع الشبه على نفسه؟ وخير من يفهم الكلام الرسول العربي، خير من تكلم بالضاد. عندما سمع هذه اللفظة قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. عندما قال وأوصى عند موته بثلاث، وقال في رواية أخرى قوموا عني. فيا جناب الشيخ أتمنى من عندك الأمانة، وإن شاء الله أنت أمين. الآن من بعد ما بينا بأن عمر بن الخطاب هو الذي صمم على الامتناع، والعمر بن الخطاب عندما امتنع، وكما يقول ابن عثيمين هو الذي عارض، معارضة عمر وامتناع عمر عن تلبية دعوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يكون عاصي لله وللرسول. والقرآن الكريم يوعد العاصين لله وللرسول بأن يكونوا من أهل النار. فيا جناب الشيخ الآن أصبح بضرس قاطع بأن عصيان ابن عمر ظاهر. تفضل جناب الشيخ. هاي للمقاطعة زيدنا وقت. جزاك الله خير. ده آخر مداخلة ديت ولا إيش؟ وقف، لأن أظن كده ما بقينا شيء. آخر مداخلة دي لي إن شاء الله. براحتك شيخ، تريد آخر مداخلة تريد بعد مداخلة بكيفك. إيه إن شاء الله تعالى. ما أظن إحنا ما بقينا شيء في المناظرة. والله تبارك وتعالى أيضا لو تحب ننسق مناظرات أخرى ما فيش مانع. لكن معلش عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابور العطار صح؟ نعم. هو 7365 صح؟ 7365. إيه سواء. شوف يا أخواني الكرام، أريد بس أعرف وين الشيخ قال. أنا لأول مرة حقلب الكاميرا لأرى وين قال مجهول. أنا عايز أعرف بس الآن وين هنا قال عنه بأنه مجهول. هذا أخواني الكرام المفيد معجم رجال الحديث السيد الخوئي جزء 12 صفحة 40. لا مو السيد الخوئي شيخي، مو الخوئي سيدنا شيخي. إيه لحظة. معجم رجال المفيد للجواهري، مو للسيد الخوئي. يعني هو ثواني بس، المفيد هذا مش تلخيص ما ذكره الخوئي في المعجم؟ لا مولانا، هذا واحد وهذا واحد. إيه طب قول إيش هو المفيد بعد إذنك؟ المفيد إيش هو؟ يلا تفضل. إيش هو المفيد من معجم رجال الحديث؟ يلا تفضل. مولانا أنت طلبت من عندي هذا. ايوه بس قول ايش هو المفيد من معجم رجال الحديث. طب بس خلي اقرا كلام المفيد الخوئي وارجع لك. لحظه بس وياي. تقرا قول الخوئي وترجع لي. يلا اي وارجع للمفيد، ما يخالف. يلا اخواني الكرام، عبد الواحد ابن عبدوس ابن محمد النيسابور العطار من مشايخ الصدوق ترضى عليه في المشيخة. روى عن علي ابن محمد بن قتيبة في طريقه إلى الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا عليه السلام في طريقه إلى الفضل ابن شاذان. تمام. هو كمل شيخي كمل. هو عبد الواحد بن محمد بن عبد النيسابور الآتي. اقلب للصفحة. عبد الواحد بن عمر. انتهى الرجل، انتهى، ما في شيء تاني. فين ده شخص تاني؟ عبد الواحد بن عمر وين هو؟ خلاص انتهى كده خلاص. تمام. انت فاتح كاميرا وانا وياك. ايه خلينا نرجع عن بقالي المفيد من معجم رجال الحديث.
يا الله يا الله. عبد الواحد يلا شوفوا يا اخواني الكرام، يلا شوفوا بالله عليكم، انا بس اريد اعرف الان هو حضرتك جبته منين؟ المفيد من معجم رجال الحديث محمد الجواهري صفحة 359. تمام؟ شوف واحدة على كيفك. اسمه ايش هو؟ ستة مو طلعت اسمه. عبد الواحد ابن عبدوس النيسابور العطار، صح؟ اي هذا الرجل اسمه تمام. من مشايخ الصدوق، ترضى عليه في المشايخ، وهو عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النيسابوري. زين. تمام؟ المجهول الآتي اللي هو مين؟ عبد الواحد ابن عمر. المجهول الآتي اللي هو عبد الواحد ابن عمر. شيخ بس على كيفك، بس على كيفك دقيقة. أنا على كيفه هو. تمام. دقيقة واحدة يرحم والديك شيخي. على كيفك شيخي. فهمها لي أريد أفهم. فهمها على كيفك. تفضل. جيد. خلى قبلك الكاميرا. شيخي باو عليه، خلى بينك إياها. عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار من مشايخ الصدوق، ترضى عليه في المشيخ، وهو عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري المجهول. يعني اتحاده مع المجهول ايش؟ المجهول ايش؟ المجهول ايش؟ الآتي اللي بعد منه هذا مو اثنيناتهم سويين. لحظة. ترد الصدوق، لحظة. ترد الصدوق توثيق ولا غير توثيق؟ شنو هو؟ ترد الصدوق على العالم او على الراوي توثيق ولا غير توثيق؟ شيخي بس دقيقة على كيفك شيخي، خلينا نحل لك لا بس جاوبني الان. تردي الصدوق لحظة اسمح لي. لا مو توثيق. شوف شيخي، مو توثيق؟ لا مو توثيق. شوف شيخي بس اسمح لي. عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار من مشايخ الصدوق، ترضى عليه في المشيخ، وهو عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري المجهول الآتي. اللي ويا هذا الرجل همين مجهول، دولة هذا مجهول وهذا مجهول، فالرواية اللي جبتها يا جناب الشيخ مجهولة. لحظة. إيه يلا خير وبركة. يا اخواني الكرام، لحظة. هو ايش قال يا اخوان؟ قال ترد الصدوق ليس بتوثيق، صح؟ تنقيح المقال في علم الرجال، تأليف العلامة الثاني والرحال الكبير الشيخ عبد الله المامقاني، الجزء السادس، صفحة كم يا اخواني الكرام؟ صفحة 58. تمام؟ فيكون الرجل من الحسان لأن كونه إماميا لا شبهة فيه كما يكشف عن كتابه، وترضي الصدوق يكفي في جعله حسنا كما في المقباس. شوف يقول هنا: وذكره في مستدرك الوسائل الطبعة كذا من الخاتمة، إلى أن قال: فعليه لا يبقى شك في شيخوخته للصدوق، وذلك مع ترضيه عليه بوجوب الجزم بحسنه. فأنا أقول لك الصدوق يترضى على راو، هذا معناته إيش؟ هذا معناته أنه توثيق له أبو حسن. تمام؟ أبو حسن، خلينا نختم المناظرة ديت، وإن شاء الله تعالى حوارنا راقي، وإن شاء الله تعالى يكون ده مستهل لمناظرات ولقاءات نتبادل فيها المعلومات فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. تمام؟ ما ذكرته من محمد ذاك الراوي اللي هو قلنا أنه مدلس،
بص يا شيخ أبو حسن، أي أبو ركز وياي. الزبير أبو الزبير أبو الزبير أبو الزبير، تمام. أي هذا الرجل أبو الزبير هذا، تمام. عندنا أهل السنة والجماعة هنالك مباحث في الرجل متى تؤخذ روايته. يعني مثلا هذا الرجل في المكان الفلاني هنالك شواهد، عندنا علم الشواهد، روايات جاءت من غير وجه، تمام. في أماكن أخرى يعني بتالي، يعني مثلا الروايات التي ذكرتها في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، مسلم عليه رحمة الله كان يذكر في الباب الواحد أكثر من رواية وأكثر من طريق للرواية الواحدة. مسند أبي يعلى هذه اللفظة تعد شاذة، والشاذ عندنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، تمام. أختم يا أحباء الكرام بهذه الرواية. النبي عليه الصلاة والسلام هل تبين له نفاق من رفض الكتاب؟ طيب الذين وافقوا النبي وقالوا قربوا يكتب لكم كتابا، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وقام بإخراج الجميع؟ وهل هؤلاء يكونون منافقين جميعا أم إذا كانوا كلهم منافقين إذا لا فرق ممن استجاب وممن لم يستجب، ويعد النبي في اعتقادك وتصورك حينئذ ظالما والعياذ بالله تبارك وتعالى، تمام. أما نحن فنقول النبي عليه الصلاة والسلام استصوب قول عمر، ومع ذلك والدليل على ذلك أن الصحابة جميعا التفوا حول النبي حتى في آخر صلاة من حياته. الحديث يا أحبائي الكرام في صحيح الإمام البخاري حديث رقم 680، تمام. أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين، يعني بالله عليك هؤلاء يكونوا منافقين والرسول طردهم ثم يدخلون مرة أخرى إلى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس. قال حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرحة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي عليه الصلاة والسلام أن أتموا صلاتكم الستر. شوف أبو حسن، فتوفي من يومه. فكيف تكون الرزية يوم الخميس والنبي يخرجهم يوم الخميس بدعوى كذب أنكم تقولون أنهم نافقوا، ثم بعد ذلك يلتفون حول النبي وأبو بكر يصلي بالناس، ويكون آخر من رآه النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة وهم يصلون بإمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وينك جناب الشيخ أحمد؟ تحب أبو حسن اللقاء القادم يكون بأي موضوع إن شاء الله؟ موضوع القادم إن شاء الله بالإمامة. يوم ايش؟ نفس اليوم ان شاء الله، نفس اليوم، عشان يعني ما تتزحمش الامور، تاخد متسع للنقاش وكده، ولا ايش؟ بس اسمح لي، بس خل ابين جناب الشيخ، يعني ما شاء الله انا عرفتك تاخذ راحتك. طبعا الكلام اللي ذكرته كله من كتب سنيه، بس من تجيني انا كشيعي عندما اقرا في حادثه صلاه ابي بكر. اسمعني بس يا شيخ، اسمعني بس ثواني بس، خل اقدم اوضح لك مساله. ما هو انت هتشكل علي، لحظه يلا انت ماشي. هتشكل علي، اسمعني بس الان، خلى اوديك مساله. اسمعني بس، انت هتشكل علي باشكالات، انا ما اعوفك وهرد على الاشكالات، وانت عارف ان حبل الاشكالات لن ينتهي. الان انت مجيد، لو سمحت احنا الان قلنا انتهت المناظره ودي اخر مداخله. حضرتك الان انا من المنزل
تمام؟ انت الاشكالات كلها معاك المايك عشان خاطر احنا ننهي الحوار، لان كده الحوار مش هينتهي. انت هترد وانا هرد. لا ما راح ارد، ما راح ارد. لو سمحت تحدد الموضوع الاتي في الامامه، تمام؟ نفس اليوم كده ينفع معاك ولا تحب يوم قريب شويه، الجمعه مثلا؟ لا الجمعه ما اقدر اني، يوم الاحد ان شاء الله القادم الموضوع الامامه. توكلنا على الله. شكرا ابو حسن. وانت بقى مع اصحاب